السلام عليكم. هنتكلم النهاردة عن تقنية حقن البلازما. دي واحدة من التقنيات الحديثة اللي ليها استخدامات كتيرة في مجالات الطب المختلفة، لكن النهاردة كلامنا عن استخدامها في مجال الشعر والبشرة. على مستوى الشعر هي بتدخل تقريبا في علاج معظم مشاكل الشعر، وده ليه؟ لأنها بتحتوي على عوامل نمو أو جروث فاكتورز، وبالتالي بتقوي من بصيلات الشعر الضعيفة وبتقوي من فروة الشعر الضعيفة، فبتدخل في علاج تساقط الشعر الضعيف والمقصف وغيره. كمان بتحفز من مادة الكولاجين، وبالتالي بتحفز من نمو بصيلات شعر جديدة، فبتدخل في علاج الصلع الوراثي، طبعا أكيد بالإضافة إلى البخاخات والعلاجات الموضعية التي يصفها الطبيب. على مستوى البشرة بقى بتدخل في علاج الندبات، مسام الوسعة، أثار حب الشباب، نضارة البشرة وغيره كتير. لو عايزة تعرفي التكنيك احنا بنعملها ازاي، التعليمات اللي بعد الجلسة، من الناس الممنوعة من هذا الإجراء، وإذا كان ليها أي آثار جانبية أو لا، تابعينا في الفيديوهات الجاية. لو ليكم أي مقترحات أو في موضوعات تحبوا إننا نتكلم عنها اكتبوا لنا في الكومنتات، وما تنسوش تدعمونا باللايك والشير والسبسكرايب. دمتن جميلات.